موضوع مريت بهاي التجربة، بس حقيقة أنا كنت بدي ما أقرأها، أخاف أجرح بها يعني مشاعر ألم أو راح تسولف لنا القصة هسه؟ القصة ابنية رقية والدها استشهد. فعندي علاقة بها، أسأل دائما عنها من بعيد عن بعيد. فقالوا رقية باكر اليوم المدير والمعلمة داخلت لهم قالت لهم باكر اجتماع مع الآباء وكل بنية تجيب والدها وياها ولا أمرها. فظلت تبكي يعني هي باكر أنا ما داوم، خاف المعلمة تطردنا أو فد شيء. فتقول حسيتها لسان حالها تقول باكر راح أغيبا خافا، تقول بكوا بنتك وما كتبوها. ايش يصير بحالي باكر مجلس آباء وتجي كل وحدة كفها بكف ابوها. الله الله. باكر راح اغيبا خافا، تقول بكوا بنتك وما كتبوها. ايش يصير بحالي باكر مجلس آباء وتجي كل وحدة كفها بكف ابوها. واتحمل قلت ما اغيب والله المعلم اخذ اخواني يفهموها، بس وشوق لك ما ترضى وتقول ابد ما اريد وحده تجيب اخوها. الله. الا تجيب ابوها تنجح تريد. ايش يجيبك وانت جوا القاع مضموم؟ وش اقول لها شهيد انطيته للقاع مسافر والهوى بخلافه مسموم. الله الله. وش اقول لها شهيد انطيته للقاع مسافر والهوى بخلافه مسموم. وش حلاتك لو عدل وتروح وياي. الله. وتقلها ايش ما اخذ ايش مطيتهم اليوم. الله. يوميه مثل صاحبتي ما اريد. اعلى صوتك كون فزا واترك النوم. انا اشتاقيه بويا البس الوان الاسود مو حلو تحسبه على الهدوم. الله الله. انا اشتاقيه بويا البس الوان الاسود مو حلو تحسبه على الهدوم. وحق وجهك هذاك الغطى التراب، وحق وجناتك تتفصل نجوم. من نصيح باسمك وصل الموت قبل اسمك تحط كلمة المرحوم. خفيفة الجنطة كانت كتب وأقلام، هسه ثقل صورك بها وهموم. الله. سلامتك بعد. الله يعزك. الله عليكم. واقعنا مليء بهذا القصص. واقعنا مليء، ونوبات الشاعر قلت لك يحتاج يتنازل عن هاي العنفوان العدة الرمزية. لا بالعكس، أنا أعتبره بصراحة رقي. لازم يعني هذا رقي. لا تحسب يعني هي نوبات يحسبونها